الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة جديدة مع يوم جديد. تعالوا بينا يلا نعمل البسلة بطريقة مختلفة شوية، فيها افتكاسة. خلينا متفقين كلنا ان كل واحد وليه نفس، وكل واحد وليه طريقة. ممكن يبقى حد بيحب البهار في الاكل زيادة شوية، حد بيحبه ناقص شوية. في كلا الحالات كلنا لنا نفس في الاكل، بس بيختلف طعم عن طعم. في ايه؟ في تزويد المقادير او في تنقيصها، او في الخلطة اللي احنا هنتكلم فيها كمان شوية. يعني ايه خلطة؟ يعني انت ممكن تكوني بتعملي وصفة تقليدية زيك زي اي حد، وتحطي فيها افتكاسة او خلطة جديدة، تبقى دي فكرتك بتاعتك انتي، هي دي اللي بتفرقك عن غيرك. خلي كل واحد مننا يبقى ليه الخلطة بتاعته، بلاش تقلدي حد. وحتى لو قلدتي، خليكي إيه تكتشفي مع نفسك ان انت ليكي خلطة ليك انتي، او فكرة ليك انتي تطبقيها فيما بعد. تعالي نسمي الله ونشوف احنا بنعمل ايه. اول حاجة احنا بنعمل البسلة عادية خالص، عملتها معاكم مرة قبل كده على القناة السنة اللي فاتت. كل سنة وانتم طيبين. خلاص ايام وهنقفل سنة 2022 ونبتدي في سنة جديدة بإذن الله. آه، دي بسلة، حطيت البصلاية عادي، وبعد كده مع شوية زيت وحطيت البسلة وسبتها تتلوح، وغطيت عليها. مش هحط عليها اي اضافات الا ما لونها يتغير. يعني ايه لونها يتغير؟ يعني تتقلب من الاخضر تتقلب للون مصفر شوية. هنعمل جنب الاكلة دي شوية رز بشعرية. طبعا كلنا عارفين طريقة الرز بشعرية، بس اللي هضيفه معاكي فيها ان احلى رز بشعرية تاكليه بمعلقة سمنة. بلاش نضيف على الرز بشعرية واحنا بنعمله زيت، السمنة بتفرق في طعمه. وبتوديه في حتة تانية. معلقة سمنة، ونحط فيها شوية الشعرية، ونستنى لما لونهم يتغير او يدي اللون الذهبي الحلو. بعد كده نضيف الرز المغسول المنقوع قبلها، ونضيف الملح والمية. بس مية بقى سخنة مية ساقعة، اللي انت تحبيه حطيه، مش هتفرق كتير. تمام تمام، ده طريقته، مفيش اسهل من كده. طيب ايه الافتكاسة او الخلطة اللي انت هتعمليها في البسلة النهاردة اللي هتفرق؟ احنا كنا قبل كده بنعمل البسلة، او في مننا بيعمل البسلة يقطع حتت فيها لحمة. دي معروفة عند كل المصريين ان البسلة بيقطعوا فيها لحمة، حتت صغيرة كده لحمة ويحطها في قلبها. طيب ايه رأيك اما نعملها النهاردة بصدور فراخ؟ الطعم رهيب، تحفة. طب اعملها ازاي بصدور فراخ؟ يعني هجيب الفرخة واقطعها واحطها في قلبها؟ لا، مفيش الكلام ده. بصي، اضمني ان كل حاجة برضو مش متطعمة من التانية، او لون طعم البسلة اللي انت متعودة عليه، الطعم المصري الحلو اللي انت متعودة عليه ما يتغيرش ازاي؟ طب انا هيتغير عشان انا هضيف عليه حاجة تانية. طيب، طب ايه رأيك اما نجيب برضو التكة اللي احنا قلنا عليها في الاول ان كل واحد وليه تكة؟ عشان ما نلخبطش بعض كتير، احنا هنجيب معلقة السمنة اللي هي اللي هو البطل بتاعنا النهاردة. معلقة السمنة هنجيبها ونحطها في طاسة، ونحط عليها صدر الفرخة المغسول المتقطع المتوضب، ونسيبه ياخد ويدي مع نفسه. اعلي النار قوي عشان انا مش عايزة الفراخ دي تسرد مية او تنزل مية. اعلي النار قوي، انا عايزة الفراخ تشرب معلقة السمنة بس ما تنزلش مية، مش عايزاها تستوي، انا عايزاها تتلوح يعني تغير لون وتشرب السمنة. طب ليه يا مروة انت عايزاها كده؟ لو حطينا الفراخ وهي نية في البسلة، طعم البسلة هيتغير فمش هتحبيه. ومهما انت غاسلة الفراخ ونقعاها لازم هتبقى زفرة، هتحسي وانت بتاكلي في البسلة اللي هي زفرة. هتضغطي على دي ايه؟ معلقة السمنة اللي انا بقولك عليها دي، ولوحتي حتة الفرخة دي شرط ورك شرط صدر اللي انت عندك متوفر عندك وعايزة تعمليه اعمليه. تمام، لوحيها وعلي النار وانت بتلوحيها قوي عشان ما تنزلش ميتها وتخش في موضوع سلق. وابتدي اركنيها على جنب شويه، انا عايزاها تبرد مش عايزاها تتحط
في قلب البسلة وهي سخنة. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اعمل البسلة زي ما انا بعملها على طول. بعد ما البسلة تتلوح في قلب البصلاية، هحط عليها عصير طماطم، وابتدي احط البهار. ايه البهار بتاع البسلة؟ حاجة تشريعة فلفل، حاجة لا تذكر من الفلفل، ومعلقة او نص معلقة صغيرة كمون. بس محطش ملح دلوقتي، واسيبها على نار عالية تستوي. انا لسه ما دخلتش اي مكون غريب، انا بعمل معاك البسلة اللي احنا كلنا عارفينها. البسلة ايه تاني؟ حطيت بصلة على النار، حطيت معاها شوية زيت، حطيت البسلة وسبتها تتلوح، وضفت معجون الطماطم. بعد كده حطيت البهار بتاعها اللي هو كمون وتشريعة فلفل اسمر، وغطيت عليها وسبتها تستوى وتتسبك مع نفسها. تمام. تمام كده البسلة بتتسبك، والرز بشعرية خلاص قرب يجهز، وحتة الفرخة اللي احنا هنحطها جاهزة. عايزة اقولك الاكلة دي من احلى الاكلات اللي انا عملتها، جميلة جدا وخفيفة جدا، ومفيش اطعم من كده. لولادك بقى مغلبينك وانت تضطر تحطي قدامهم اللحمة وبيشيلوها تاني. اي نوع لحمة انت عايزة تعمليه تضيفيه على الاكل، حطيه في خضار كده. يعني اعملي الخضار اللي هما بيحبوه، وقطعي حتة اللحمة في قلبه، بس لوحيها او شوحيها. التشويحة ديت هتفرق، مش هتغير الطعم، هيبقى طعمها خفيف وبس. أكلة النهاردة مش محتاجة اي تفاصيل اكتر من كده، جميلة. ابتديت اما الرز اتشرب وبقى كويس، ابتديت اوطي عليه واسيبه يتلدن. وهنا البسلة بوريها لك اللي هي خلاص شربت من التسبيكة بتاعتها وبقت كويسة. ابتديت احط الملح، يعني الملح ده سبته الخطوة اللي قبل الاخيرة. تمام. هسيبه مع الملح شوية يتطعم. عايزاها تبقى مظبوطة. عايزة خطوة الفراخ دي، الفراخ اساسا مش محتاجة حاجة، فراخ البيضة بتستوى في ثواني. فعايزة قبل ما احط الملح يبقى البسلة دي كأني جاهزة للاكل او شبه جاهزة للاكل. ابتديت ان انا احط الفراخ المتشوحة مع السمنة، وبرضو مش هضيف عليها اي حاجة، هسيبها 5 دقايق تتطعم من بعضها. ناخد بالنا من الخطوات دي كويس. مش مهم انت تحطي حاجة على حاجة، بتبقى اكلة التركيز حلو قوي. كل ما تحبي الحاجة اللي انت ماسكاها في ايديكي، كل ما تطلع من ايديكي زي العسل. بعد كده هكون مجهزة كوباية مية او كوبايتين مية، واقوم حطاهم عليها، اسيبها تغلي غلوتين 2، وكده تمام. البسلة خليكي فاكرة اللي هي كانت اصلا قربت تستوي، والفراخ انا كنت قبلها ملوحاها، يعني خلاص دخلت في السوية. والغليتين اللي انا بحكيلك عنهم دول بضمن ان كل حاجة بقت تمام. دي اكلة النهاردة، يا رب تعجبك، يا رب تكوني استفدت مني باي حاجة. لايك وسبسكرايب للقناة ولايك على الفيديو، ما تنسنيش بكومنت حلو افتكرك بيه. خلاص انا بقولك ان خلاص الرز بشعرية ده بقى تمام تمام. ودي اكلة النهاردة جاهزة على كده. هجيب اطباق وابتدي ان انا اغرفها، ومفيش اطعم من كده. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، زي العسل. بشكر طبعا كل الناس اللي بتكتب لي تعليقات. انا عارفة ان القناة الريتش بتاعها واطي اليومين دول، بس باذن الله كل حاجة هتتظبط، كل حاجة هترجع زي الاول واحسن. كل حاجة عايزة وقت، فالحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. خلاص انا بوريكي هي بقت عاملة ازاي. في حاجة مهمة، طرد السمنة دي، يعني كده تمام. يلا سلام عليكم.